منذ أيام تخرج هذه السيدة العضوة بالحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم للبلاد والذي ينتمي إليه الرئيس بايدن، وتعلن رسميا استقالتها من الحزب الحاكم وتفضحهم وتفضح مخططاتهم وتقلب أمريكا والعالم رأسا على عقب. المخططات السرية التي ينويها الديمقراطيون بهدم العائلات وهدم ومحاربة الأديان والإعداد لحرب عالمية ثالثة كبرى. لم يعد بإمكان البقاء في الحزب الديمقراطي اليوم الذي يخضع الآن للسيطرة الكاملة لعصابة نخبوية من دعاة الحرب الجبناء الذين يقسموننا عن طريق التمييز العنصري في كل قضية ويعملون بنشاط لتقويض الحريات التي وهبها الله لنا، معادون لأصحاب الأديان والمؤمنين وشيطنة الشرطة وحماية المجرمين على حساب الأمريكيين الملتزمين بالقانون والإيمان بالحدود المفتوحة وتسليح دولة الأمن القومي لملاحقة المعارضين السياسيين. وفوق كل شيء جرنا إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى لحرب نووية. فضيحة كبرى هزت أمريكا قبل الانتخابات النصفية للكونغرس حينما خرجت المرشحة الرئاسية السابقة تولسي جابارد وفضحت خطة أمريكا الكبرى، محرقة نووية مدمرة. اتهمت تولسي بايدن بأنه سيقود العالم كله لمحرقة نووية عن قصد، فبعد هيمنة الصين على الاقتصاد العالمي وتداعي أمريكا وهيمنتها على العالم ثم الاصطدام بكارثة كبرى حينما غزت روسيا أوكرانيا، والآن ينهار الاتحاد الأوروبي عن بكرة أبيه ويصبح في خطر كبير جدا من التفكك. ستكون خطة بوتين هي تغذية الحرب قدر الإمكان للوصول إلى حرب عالمية ثالثة تبدأ بين روسيا والصين وحلف الناتو. فأمريكا بعيدة عن أوروبا آلاف الكيلومترات ستكون قادرة على الاستفادة من الحرب بتحويل الدول كلها إلى مصنع أسلحة لأوروبا، ولكن سيؤدي هذا في النهاية لضرب أمريكا بالقنابل النووية في قلب واشنطن لتبدأ حرب نووية لا يعرف أحد لها آخر. خطة القضاء على الأديان والأسرة. أعلنت بشكل واضح تولسي أن خطة الحزب الديمقراطي هي القضاء على أي دين في جميع أنحاء العالم كله، وأن الأمر بدأ للتو بدعم أي شيء ضد الدين مثل الإجهاض والمثلية والتحول الجنسي والعري المبالغ فيه وفتح الحرية الجنسية بشكل لا يمكن تخيله. فقريبا سيصبح الأشخاص الطبيعيون الغير مثليون مضطهدين وسيتم تدمير أي شخص وأي ديانة وأي تقاليد اجتماعية. ترفض هذه العادات المستحدثة والهدف أن تتدمر الأسرة ويصبح الجنس المادي هو الهدف فقط. بدون زواج أو تكوين عائلات يصبح كل الأشخاص واحدون تماما يفكرون في أنفسهم فقط بدون قيود أو شروط دينية أو مجتمعية. كانت تولسي مرشحة للرئاسة في عام 2020 وكانت جندية في الحرس الوطني ثم نائبة في مجلس النواب عام 2012 لولاية هاواي، وتقلدت عدة مناصب سياسية على مدار أعوام، ولكنها قررت أخيرا مغادرة الحزب الديمقراطي وأطلقت برنامجها الإذاعي الذي سيفضح مخططات الحزب الحاكم في تغيير شكل العالم وتحويله لعالم جديد مختلف عما نراه تماما.